بيبدأ فيلم النهاردة على فريق اقتحم مكان ولسه بيحققوا مع واحد اكتشف واحد من الفريق قنبلة مع الرهينة ونبه اصحابه ونطع الراجل وضحى بنفسه عشان ينقذ فريقه. حس قائد الفريق ان هو السبب في موته، راح لزوجته وابنه اللي اسمه اكزي واداهم ميدالية وعليها رقم تليفون وقال لهم على شفرة وسابهم ومشي. بعد 17 سنة في الارجنتين عصابة قبضت على بروفيسور اسمه ارنولد وراح ينقذوا واحد من نفس الفريق وقتل كل الموجودين، وواضح انهم مدربين جدا لانه خلص عليهم في ثواني. وخبط الباب عليه، راح يشوف مين، طلعت واحدة من وراه وشقته نصين. عرف الفريق بموت صاحبهم. ظهر اكزي وجوز امه بيعاملوا وحش. امك حامل. وراح عمل مشكلة مع أصحابه وسرق عربية واحد من أصحابه وبيخربها له وجري بيها. دخل الحانة عليهم عصابة جوز أمه وعاوزين يضربوه عشان اللي عملوا فيهم. هاري حاول يهديهم ويمشيهم بس اتريقوا عليه. قام وقفل باب الحانة وعلمهم درس. ضرب الأول بكوباية وبدأ يكسر فيهم كلهم. والراجل ده أنا انبهرت بأسلوبه في القتال وفي الكلام كمان، تحس إنه راجل محترم كده. وبعد ما عدمهم العافية وكلهم فقدوا الوعي ودع إكزي وساب كاميرا على كتفه ومشي. والراجل ده سأله عن كينجز مان وهاري هارت والقطر جاي عليه. قال له معرفش حاجة. قال له أنا قتلت أصحابك لأنهم قالوا له نفس الكلام، كينجز مان تستحق الموت. شتموا إكزي طبعا وعدى القطر. ولما فاق إكزي لقى نفسه في حفرة وقدامه هاري وعرف إنه اختبار. ده الحكاية كده. وكان فالنتاين متابع وهو بيخطط لأكبر من كده. وفكرة فالنتاين إنه يتخلص من الجنس البشري لأنه فيروس وهو بيعالج الكوكب قبل ما البشر يقضوا عليه. يا راجل. ولما سألها عن هاري مات ولا لسه، قالت له لأ والنسبة 100%، يعني اللي معاه شريحة تليفون واللي مش معاه حصل له نفس الموضوع. وهاري عمال يكمل عليهم وكله بيدب في بعضه. وفي الآخر خلصوا كلهم إلا هاري اللي خرج بره الكنيسة لقى فالنتاين مستنيه هو ورجالته وقتل هاري فورا. وإكزي كمان اتخلص من الواد اللي معاه وطلع يجري. وشغل فالنتاين الإنذار وبدأ كل جنوده يطاردوا إكزي وهو خارج. وميرلين بيوجهه وهو بيقتل في الجنود بسهولة ومش عارف بيعملها ازاي. وكل ده وروكس نازلة من السماء وإكزي عمال يقطع فيهم. وكمان فالنتاين بدأ يحط ايده على الآلة وما اشتغلتش عشان الصاروخ دمر القمر الصناعي بتاعه. واتضايق جدا. ولما حلل ميرلين النظام لقى نظام حيوي لبصمة ايد فالنتاين. وفكر شوية إكزي وقال لميرلين على الشريحة. قام ميرلين وشغل الشريحة وأمر بتدميرها هي وكل الشرائح المرتبطة معاها. وفجأة يا معلم بدأت تنفجر راس الجنود كلها والناس اللي مع فالنتاين وكل واحد مركب له شريحة. وبقى عيد ميلاد. وقعد فالنتاين يصرخ لما شاف. فرح جدا إكزي وقعد يكلم ميرلين. وساعتها نطت جيزيل الحارسة بتاعته وقعدت تضرب نار وبدأوا يضربوا في بعض. والبت جامدة قوي برجليها اللي عاملها سيوف. وفالنتاين حط ايده على الجهاز تاني وبدأت الناس تضرب في بعض تاني وهو عمال يضحك وباين عليه مجنون قوي. ومنظر الناس وهم بيضربوا في بعض منظر جبار كأن جماهير الأهلي والزمالك وهو قاعد يضحك عليهم. ولسه إكزي بيبص عليها صرخ في ميرلين قال له اقتله فورا. اقتله ده ولا اعمل ايه؟ اقتله وخلص العالم من غبائه. مسك سلاح البت ورمى عليه ورشقه في ظهره وشال ايده فورا ووقع ومات. وانتهت المهمة بنجاح وانقذ إكزي واللي معاه العالم كله من الدمار اللي كان هيعملوا فيه. انتهى فيلم النهاردة. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة واتفرج على باقي الفيديوهات اللي في القناة تعجبك واعمل لايك وشير الفيديو لاصحابك. معاكم ممدوح من توم نافل.